مرحبا بكم أعزائي. جبنا لكم اليوم طريقة طهي عصبان الغرب ولا عصبان وهران، مهم كل واحد شو يسميه. مهم جبت لكم من هنايا قصرطة دوارة تكون غسلتيها مليح، تجيبي معاها حبة بصلة، كزبر ومعدنوس، حبة طماطم ولا طماطيش، زيت هنا ما تكثريش لان الدواره تكون فيها شويه شحم، فلفل اسود، طماطم مصبره، الكمون وكركم، وهنا نديرو شويه هريسه اللي يحب الحرور. المهم نخلطو كلش مع بعض، والملح كما تحبي انتي ديري المقدار تاعك. نجيبو هنايا نخلو العصبان تتغلى، نجيبو كاس روز، زوج ماء وشويه ملح، ونطيبوهم نص طياب. المهم بعد ما تغلات هنا ما نكثرش الماء لان الحوايج هذه كامل تطلق الماء، طماطم بصله دواره كامل يطلقوا الماء. نديرو هنا قيس كاس تاع ماء يكون سخون، ونغلقوا عليها مده تاع تقريبا ساعه غير ربع على نار هادئه. المهم نصفوا الدواره من المرق، نرحوهم في اللي عندك اشوار ولا ميكسر ولا اللي عندك، نديروا معها شويه حشاوش ونرحوها، نخلوها بهذا القوام يعني ما نرحوهاش ياسر. نديروا فيها هذاك الروز اللي طيبناه نص طياب ونخلطوه. نجيبوا بلالي يدخل للفور، انا شاعلي الفور. المرقه هذيك اللي خليناها في الكيكوطه نعاود نفرغوها على العصبانه تاعنا او على الدواره والروز، ونخلطوهم مليح وندخلوهم للفور. ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه. الى عجبتكم قولوا لي، خاصه الناس الغرب، الى راني جايبتها ولا لا. المهم شوفوا المنظر، هذه قبل ما ندخلها للفور. هنا طيبت معكم الميني كسرة، يعني ثاني تجي هايله، تكون فارغه من الداخل، ما لازمش يكون فيها هذاك الباب. نديروا هريسه اللي يحبوا الحرور، ونديروا العصبان تاعنا بعد ما طابت، ونديروا بطاطا مقليه بصحتكم. المهم الى عجبتكم الوصفه رجعوا لي في التعليقات وقولوا لي الى راه هذه هي الوصفه الحقيقيه ولا راني غلطه فيها. الى اللقاء أعزائي.